وبالعودة إلى التطورات في إثيوبيا تنضم إلينا من ستوكهولم عبر سكايب الناشطة السياسية في الشؤون الإثيوبية سعاد عبدو محمد. سيدة سعاد، أهلا ومرحبا بك معنا. يعني تطور كبير، تتحالف جبهة تحرير تيغراي مع 8 جماعات مسلحة معارضة لحكومة أديس أبابا. ما دلالات هذا التحالف، وهل يمكن أن يغير من المعادلة على الأرض في إثيوبيا؟ مرحبا بك سيدتي الكريمة وجميع المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. نعم، التطورات سريعة وكبيرة جدا، والتحالف له دور أساسي الآن في إسقاط دولة أبي أحمد ودولة الازدهار التي زلمت الناس، بداية من تيغراي وإلى الشعوب الأخرى أيضا التي الآن كلها كانت استقبلت أبي أحمد بكلامه البراق والخداع. لكن الآن اكتشفت الشعوب الإثيوبية كلها أن أبي أحمد لم يأتي إلا أن يوقع بين الشعوب وبين الأعراق. يعني لم نرى في تاريخ إثيوبيا مثل هذه المشاكل. فتطورات جيدة جدا يعني، ونحن متفائلين ألا أن تنتهي المشاكل بدون أن يكون أي سفك دماء أكثر مما ولكن صار يعني. التهديد بالزحف نحو العاصمة يعني سيناريو يمكن أن ينفذ فعلا، أم هي محاولات للضغط العودة إلى حوار ربما لنشهد تسوية سياسية بين جميع الأطراف؟ لا، هي ليست تهديد فقط، لأن مم. المجرمين في أديس أبابا، الذين يجب أن يتقدموا للحكم أو للقانون، للمحاكم للإجرامات التي فعلوها، يعني جرائم حرب كبيرة جدا. أبي أحمد وحزبه مع إسياس أفورقي. فبالتالي لا، إذا حتى حيكون في حوار فيجب أن لا يكون مع المجرمين، لأنه الشعوب الأخرى أيضا وشعب تجراي لا يقبل الجلوس مع من قتلنا، مع من سفك الدماء، مع من اغتصب النساء وشرد الأطفال. والآن تيغراي كلها محاصرة وفي مجاعة، فلا يمكن أن يكون حوار إلا مع أناس الآن الذين تحالفوا، من فيهم عقلاء، ممن يستطيع أن يحكم البلد. 110 مليون يحكمها أبي أحمد، لا ليس أهلا لأن يحكم هذه الدولة. فبالتالي لماذا سيدة سعاد فشل أبي أحمد في التعامل مع هذه الأزمة ربما منذ بدايتها حتى الآن؟ نعم، لأنه ليس حقيقيًا، لم يكن حقيقيًا. هو استقل كل السقائر التي ظن أنها ستكسبه أن يكون ملكًا أو حاكمًا لإثيوبيا الأوحد. إثيوبيا يعني خلال ال3 عقود، 30 سنة، وجدت في الفيدرالية حريتها، رغم أن في تقصير، لا يمكن أن يكون الكمال يعني. لكن كل الشعوب كانت تدير إقليمها بنفسها، مم. ويسمح لها بلغتها وبدينها. أبي أحمد يريد أن يكون لغة واحدة، دين واحد، الأمحارة فقط شعب واحد والباقي كله يطحن. والآن كما تعلمين في أديس أبابا اعتقالات كبيرة جدا، ليس إلا لأنهم تجاروا فقط، لأنهم من تجراي، وهذا ظلم. مم. كيف نحن إثيوبيين ما زلنا إثيوبيين يعني يتعامل معنا بهذه الطريقة؟ فهذا رئيس فاشل من أول واضح يوم، الصورة. لأنه تعامل بالنفاق مع الناس ولم يكن صادقا. شكرا جزيلا لك، الناشطة السياسية في الشؤون الإثيوبية سعاد عبدو محمد، شكرا لك.